كان عندك كام سنة لما عرفت ان الحب مش كل حاجة؟ ايه بتقول ايه؟ لسه ما عرفتش؟ طب ليه يا اخي كده بوظت الحكمة؟ المفروض كنت تقولي 20 سنة مثلا فاقول لك عرفت ازاي، فتقولي لما حصل كذا 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 كذا، ونقعد ندردب بقى في قصص وحواديت ونعيط انا وانت ونحزن على الماضي ونتأمل في قد ايه احنا كان كلنا براءة وحب للحياة وشغف وامل. ودلوقتي مبقاش عندنا اي حاجة من الحاجات دي. الشكوك بقت بتاكل في دماغنا وبتصفي دمنا، بتتغذى على أجسادنا المحترقة وأرواحنا المدهرة. طيب أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ اهدى. مفيش حاجة. الخير هينتصر آخر رواية. أكيد في الجنة طبعا يعني. ازيكم يا جماعة؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. في البداية كده أنا حابب أقول حاجة سريعة، وهي إني لا أتعمد أبدا إني أنكد على حد منكم أو أنبش، مش عارف بتنطق إزاي، في تراب الماضي. وكذلك لا ألعب في الثوابت ولا ألعب في أي شيء، لأنه أبويا قال لي ورباني على إني ملعبش في حاجة حد. بس زي ما قلت قبل كده إنه أنا مش بحب أحط بلان، ومش عايز أقطع بيكم لأنكم حبايبي وأعمل لكم حلقة كل أسبوع كده، ما أقدرش على بعضكم. فأغلب المواضيع اللي بيجي على بالي أتكلم فيها بيكون ليها جانب سوداوي كده، وأظن إنه العيب مش فيا، يعني هي حياتنا هي اللي منيلة بستين نيلة. بس أدينا على الأقل بنونس بعض في هذه الليالي الحالكة، ونقعد بقى إيه، نحزن سوا ونفرح سوا، نغني سوا ونسكت سوا. وأنا عامة شخص يقدر جدا فكرة المشاركة. أنا أحب أشارك جدا، وأحب إن اللي بحبه يشاركني. والمسألة هنا مش مسألة خد وهات بس. أنا مش حابب أكعب الأمور وأدخلها في بعضها دلوقتي يعني. لذلك هنقسم الموضوع لأكتر من نقطة في صورة سين وجيم شوية. لان انا بتشتت لما باجي اتكلم او استفيض في موضوع واجي اتكلم واخد راحتي يعني. فالمهم بدون الدخول في تفاصيل دلوقتي، اهلا بيكم في الحلقة الخامسة من بودكاست بفش غيرلي. وسؤال حلقتنا النهاردة هو ازاي تحب وتتحب بجد. انا حاسس نفسي ان انا اشرف عبد الباقي في حب البنات قوي، بس لا بجد يعني. سؤال الحلقة النهاردة هو ازاي بتعرف ان علاقتك بالشخص الفلاني خلصت، انتهت؟ جاوبونا، هنستنى إجاباتكم على رسائل البرنامج. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى عليا هواك، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني، فاكرني هترجاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسم، ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان. وكما يقول أحد الأصدقاء، وكفاية قلبي انشغل على قلب خاين خول. يا أخي الإنسان ده عجيب والله. ثواني بس إيه، هدخل الشخصية بتاعت ماجد الكدواني الحكيمة. هتقولي الإنسان عجيب ليه؟ هقولك يقعد طول حياته يدور على علاقة صحية، علاقة صحية، علاقة صحية، وهو أصلا ما يعرفش إيه هي العلاقة الصحية. على الأغلب هو فاكرها برومو كود مثلا أو تمام. لكن الحقيقة أنا عن نفسي أنا كمان حابب أدخل علاقة صحية، بس أنا كمان معرفش إيه دنيتها، يعني بتتجاب منين، عايزة إيه، المفروض الطرف التاني ده نلاقيه فين مثلا، يعني نروح نجيبه من الصيدلية. فرفشوا كده يا جماعة. لكن أنا مظنش إنه هو بيتجاب من الصيدلية. بس لو بتسأل بجد يعني ممكن تروح أي صيدلية تلاقي حب حياتك هناك مثلا، تقع في حب الدكتورة أو تقع في حب الصيدلي، تتجوزوا وتخلفوا باي الكوفان أو بنادول كولد اند فلو مثلا. لكن الحقيقة لو قررنا نتكلم جد دلوقتي ونبطل وصلة النكت الرخمة دي، وده شيء أشك فيه يعني، هنلاقي إنه العلاقة الصحية مش شيء بيتم تصنيفه أصلا، أو إنك تقدر تحطه في قالب، يعني اللي تقول العلاقة الصحية 1 2 3 بيبقى إيه، لأن هي مسألة مرنة شوية.
هنلاقي انه العلاقة الصحية تقدر تعرفها بان هي العلاقة اللي هتلاقيها مناسبة بشكل مثالي ليك. طبعا الشكل المثالي هو الشكل الاقرب للمثالية، لانه مفيش شيء مثالي بقى، والكلام اللي هو ايه اللي احنا حافظينه ده. بشكل مثالي ازاي بقى ليك؟ من ناحية افكارك، احتياجاتك، مشاعرك، طبيعتك. العلاقة اللي بتقدر تلاقي فيها ان التواصل مع الطرف التاني هو شيء سهل مش معقد، مش محتاج تحسب كل كلمة، مش محتاج تفكر في كل حرف بيطلع منك، لانك عارف انه على الاغلب هيفهمها غلط. والنقطة دي دايما سبب مهم من اسباب انتهاء العلاقات عامة بشكل عام، حتى لو اتنين صحاب يعني. انه دايما كده الطرفين وقت الجدال ما بيسمعوش بعض، يعني حتى لو كانوا بيحبوا بعض جدا، بينهم مشاعر عظيمة جدا، بس وقت الجدال ما بيسمعوش بعض. لو حد فيهم قرر يتكلم التاني يفهم كلامه غلط. في ناس بتتعامل مع الموضوع ده كحل من الحلول، يعني ان هي بتسكت، تبطل تتكلم بقى. بس طبعا احنا لما بنبطل نتكلم ده معناه ان احنا بنبطل نكون جزء من العلاقة، يبقى كده ايه؟ الدنيا باظت. يبقى لو هنحاول نصلح الجزء ده، دايما نحاول نسمع بعض او نفهم بعض، او على الاقل نبطل نعمل حاجة الانسان بيعملها كل يوم بدون وعي، وهي ان احنا نبطل نصدر احكام متسرعة او مسبقة. دي حاجة خطيرة جدا. كذلك مهم جدا ان الانسان ما يلاقيش صعوبة في انه يثق في الشخص اللي بيحبه، يبقى واثق في قراراته واختياراته وفي حبه وفي مشاعره. وانا مش محتاج اقول البديهيات دي، يعني انتوا غالبا عارفينها، ولكن مؤخرا بقينا نحس ان العلاقات تقريبا بقت غايبة عنها نقطة البديهيات دي، والبيزكس بتاعت اي علاقة مبقتش موجودة اصلا. فحاسين ان احنا محتاجين نفكر الناس بقى ان احنا اصلا يا جماعة هي دي العلاقة، مش الحاجات اللي انتوا بتعملوها، مش الحاجات التانية. فمحدش بيقدر يعيش مع حد مش واثق فيه. فلو انت شخص مش بتعرف تثق، ما تكونش مع حد. ولو انت شخص ما توثقش فيه، روح شيخ ربنا ياخدك. تعرفوا ايه اكتر حاجة، ايه اكتر شيء ممكن يكون مؤذي لأي انسان عامة؟ هو انك تقول حاجة او تعمل تصرف الطرف التاني عمره ابدا ما كان يتوقع منك انك انت الشخص اللي يعمل كده، او انك انت الشخص اللي تقول الكلام ده. لذلك هي نقطة مميتة شوية. عادة بعدها العلاقة بتكون دمرت، يعني السلام عليكم. فأرجوك كون حريص على إنك ما تأذيش أي إنسان بكلامك، حتى لو كنت بتكرهه. وخلي بالك وانت في علاقة كده هتلاقي فيه صراعات بتظهر من وقت للتاني. ما تقلقش، دي أعراض عادية طبيعية جدا، تعامل معاها بالراحة وخليك صريح وواضح. الصراحة والوضوح بيسهلوا السكة، بيوفروا نص الطريق. ما تسلكوا بقى يا جدعان بقى. نيجي بقى لأرض الواقع، اللي هو المكان اللي بننسى فيه كل حاجة مقتنعين بيها، وكل المبادئ اللي شايفينها إن هي بتمثلنا، وبنقول جملتنا المشهورة دي اللي هي إيه؟ أنا لو في علاقة مستحيل أعمل كده. وتروح مسمع بقى إيه؟ لستة المبادئ اللي انت جايبها من على النت دي، بانك بتحترم وبتحترم وبتحترم، وبتسمع وبتقرا وبتهتم وبتغسل ايدك بعد ما بتعمل حمام، وانك بتحلف اليمين انك ما تشوفش الرسائل وترد بعدين عشان ده استفزاز. يعني ما تعملش كده لو سمحت، بعد اذنك يعني، او بعد اذنك، عشان دي خصلة عند البنات. عندهم كاريزما كده، اللي هو انا مش هرد دلوقتي معلش عشان بعمل حاجة مهمة جدا. ايه بقى الحاجة المهمة؟ ما اعرفش، بس انا بعمل حاجة مهمة، هجيلك كمان شوية. وعلى أرض الواقع عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عشان احنا بنحترم، عندنا ايكوال ما بين الطرفين، الست والراجل، تحدث كل الأشياء الغير متوقعة على أرض الواقع. ايه اللي بيحصل بقى؟ الحاجات اللي انت لم تحسب لها ولم تنتبه لحدوثها، وهي انك تدخل علاقة وتقرر كده، تاخد قرار عظيم كده وبدون وعي طبعا، عشان انت محدش بياخد القرار ده بوعي اكيد، بانك هتغير الطرف التاني. يا سلام عليك، الله، انا فخور بيك جدا دلوقتي وانت بتاخد القرار ده. سلام على نباهتك يا اخي. يعني انا عايز اقول لفظ بس ممتنع، عشان احنا ايه، بنحترم الناس. الحقيقة ان بعيدا عن السخرية يعني، لكن الانسان بدون وعي بيلاقي نفسه مركز قوي في انه يغير الطرف التاني، يخليه يبطل يعمل تصرفات معينة، يخليه مشابه له اكتر،
رغم انك هتسأل سؤال منطقي دلوقتي لانك ذكي طبعا، وهو طب طالما في حاجات الطرف التاني ده في حاجات انا عايز اغيرها فيه، ليه ادخل معاه في علاقة من الاول؟ يعني ليه؟ والاجابة هي انه علشان الانسان بيتفاجئ عادي يعني، او بيعمل عبيط مثلا، او احيانا بيبقى فاكر ان الحاجات دي هتتغير بعد الارتباط. يعني الموضوع ده بالظبط كده عامل زي توقعاتك لحياتك بعد الكلية مثلا، كاريرك وكده، او توقعاتك لجوزك بعد الجواز مثلا، وانه هيبقى انسان ارقى من الشخص اللي انت كنت مخطوبه له حضرتك، او زي توقعاتك لصفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي كده ان هي هتبقى ناجحه، والكلام ده كله حاجات كلها ما يعلم بيها الا ربنا. طيب، وعلميا بقى يعني هل في تفسير علمي للظاهره دي؟ مش عارف والله، يعني انا مش تخصص علاقات، لكني ممكن يكون عندي تفسير بما اني انسان له ما له عليه ما عليه طبعا، وله علاقات وله صولات وجولات في الحياة. بفخم من نفسي يا جماعة، وده شيء هحذركم منه بعد كده ان شاء الله يعني. التفسير اللي ممكن يكون عندي هي انه علاقتك بالشخص ده قبل وجود علاقة عاطفية ليها حدود وليها متطلبات وليها شكل مختلف تماما، وبعد وجود العلاقة دي بيختلف تماما، علاقتك بيه بتختلف تماما، القالب نفسه بيتغير. ده طبعا بعيدا عن انكم انتوا الاتنين كبني ادمين بتتغيروا مع دخول علاقة، ده الحاجة ما بناخدش بالنا منها بالمناسبة، ان احنا بنتغير واحنا بندخل اي علاقة واحنا بنخرج منها. بس قبل العلاقة ما تبدأ الانسان دايما بيكون سعيد وهو بيستعبط مع الطرف التاني كده، لو يا سلام لو انت بقى عمال تلمح ها، اللي هو ايه، تقعدوا بقى تعملوا حاجات البدايات دي بقى، والتلميحات والفليرتنج والى اخره من اشياء يفعلها عبدة الشيطان يعني. السبب في السعادة دي بقى هو إنك مش حاسس بالمسؤولية، إنك بتعمل كل ده وإنت مش مفيش حاجة على كاهلك، إنك في أي لحظة ممكن تكوت، أنا هستأذن عشان أنا مرتبط بمواعيد سوشي مثلا، أو مواعيد أكل كشري مع أصحابي أو أيا كان. محدش يقولك أنت بتعمل كده ليه، إنه محدش له الحق إن يقولك أنت ما بقتش بتقول كذا أو ما بقتش بتعمل كذا أو أيا كان، إلا طبعا لو أنت على علاقة بشخص مريض أخدك باكج كده واعتبرك بتاعه من day one يعني. أنا عايز أقول إن التلميحات دي شيء لطيف جدا لما بيكون شيء متبادل، وفي نفس الوقت الطرفين دول فاهمين إنها مجرد تلميحات استلطاف، يعني حاجات لا ترتقي إن هي تبقى على أرض الواقع، إن إحنا نتحرك على الأساس بتاعها، إن إحنا في كذا فإحنا بنتحرك بنعمل التصرف ده بناء على كذا. هي لسه ما بقتش ده. فلذلك لو جاء يوم وحضرتك مثلا أو حضرتك قرر حد فيكم إنه لأ، أنا مش قادر أتكلم النهاردة، عايز اختفي اسبوع مثلا، او عايز اسافر هناك، او اروح هنا، او ايا كان، بتعمل ده بارتياحية شديدة جدا. انما لو انت في علاقة فمش هتلاقي الارتياحية دي. طيب ليه بقى؟ ليه مش ملاقي الارتياحية دي؟ طبعا دي مشكلة اصلا في حد ذاتها، انك ما تلاقيش الارتياحية بانك تعمل حاجة انت عاوز تعملها والطرف التاني مبقاش موافقك وشايفها ايا كان. طبعا حضرتك بتتعامل مع الموضوع بإنك بتحله، بتعالج بقى الأزمة اللي موجودة أو المشكلة اللي موجودة إزاي، وهي مشكلة إنه مفيش ارتياحية، بإنك تخلق مشكلة جديدة. بالظبط، اسم الله عليك أنت فاهمني. وهي إنك تغير الشخص ده عشان يبقى مناسب لأسلوبك وأسلوب حياتك أكتر من الأول، مناسب لقراراتك ورغباتك الهوائية اللي ملهاش كتالوج اللي بتطلع فجأة دي. أنت عايز الشخص اللي ما كانش بيقفش عليك لما بتاخد أي قرار مفاجئ. وعلشان كده في ناس لما بتتجوز بتكتشف ان هم اتخدعوا، فبيجيبوها في ان الشخص التاني هو اللي اتغير بقى وهو اللي بقى وحش وكده. محدش قادر يستوعب ان الاطار نفسه اللي احنا بقينا جواه اختلف عن الاول. يعني احنا كنا في علاقة فاطارها مختلف عن اطار الخطوبة، عن اطار الجواز، عن اطار اتنين مطلقين مثلا. التفاصيل كلها اتغيرت، لذلك النقاش في المرحلة دي مهم، المرحلة اللي احنا بنلاقي فيها ان احنا مش مناسبين لبعض، مش قادر اكون بعمل حاجات اللي انا كنت متعود اعملها، حاسس ان انا مش عارف اعملها. الاتفاق على أسلوب يناسب الطرفين بدون ما طرف فيهم يتظلم ده شيء مهم. لو مفيش اتفاق يبقى كل واحد فينا يشوف سكة بقى تناسبه، يبقى أخدنا درس من العلاقة دي. العلاقة دي مش لازم تبقى فيها دم، يعني مش لازم إيه نفشخ بعض، مش لازم يتداس على وشنا عشان نقول لأ خلاص بقى كده شكلها إيه، شكلها باظت، شكلها مش نافعة. أنا إيه ده علامة دي ولا إيه؟ اللي هو لازم يحصل 675 خناقة على نفس السبب عشان نفهم إنه ياه
ده احنا لو كنا سيبنا بعض الامور هتمشي. يا سبحان الله، شفت؟ يا امنت بيك يا رب، امنت بيك. طب ما كنا نعمل كده من اول مره يا جماعه، مش اسهل؟ يأتيك الخازوق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هيئة إنسان جاي يمتلكك كده وياخدك كلك على بعضك. فأول ما تلاقي شخص بيقولك اعمل وما تعملش وبيتعدى على خصوصية سيادتك، عارف هتعمل ايه؟ عارف صح؟ والله شكلك عارف ولا نيلة. هتسيبه يتحكم فيك ويمارس عليك حبه للسلطة، بالظبط كده. سلطة ايه اهي؟ بقولك السلطة. بعمل نكت من بتاعت الكبير بقى، اللي هي بتاعت الايه، الميس اندرستاندينج بتاع جوني وهدرس كده، اساس ان انتوا تضحكوا كده. اذا احنا قادرين نستوعب جدا ان لكل شخص منا حياته وحدوده الخاصة اللي المفروض الطرف التاني بيحترمها ولا يتخطاها. المفروض انه كمان على دراية بيها من اليوم الاول تقريبا يعني، ويكون كمان ان هو مستوعب ان هو لازم يحترم هذه الحدود وهذه الحياة الخاصة، حتى لو العلاقة تطورت وبقت جواز، لأنه مفيش شيء يسمح لأي طرف من الأطراف بأنه يتعدى على حدود الطرف الآخر، أو يتناسى أنه كان متفق معاه عليها، أو أنه متفق معاه أنه هو هيحترمها مثلا، وأنه هو ما كانش عنده مانع قبل كده. طب إيه اللي اتغير؟ لأنه لو بطل يحترم هذه الحدود يبقى قليل الأدب، محتاج يتربى. عارفين الأراضي الزراعية يا جماعة؟ عارفينها؟ عارفين الغيط بقى اللي هو أخضر ده بقى ومليان كده اللي هو مليان خضار كده، والزرع بقى في العصاري عمال إيه، عمال يتهز كده والهوا كده يشيله فيعمل صوت كده حلو كده، والشمس كده بتبقى مكسورة. عارفين اللحظة دي؟ طب عارفين بقى شوية الحطب وبراد الشاي المعفن المصدي ده، اللي هو بيعمل كوباية شاي حلوة ده مظبوطة كده حلو؟ عارفين الحاجات دي كلها؟ أي حد بقى متوفرة عنده يبعت لي دي ام أو انبوكس على حسب انت الابلكيشن المفضل بتاعك ايه، لاني مش قادر والله. يعني انا على اعتاب انهيار عصبي يعني. متشكر جدا لتفهم زيادتكم يعني. في مشكلة حقيقية بقى، يعني انا ما اقدرش اهزر فيها بصراحة عشان انا راجل محترم، ده اول حاجة. تاني حاجة لانها شعور طبيعي ممكن اي حد يحسه، وهي انه طرف من الاطراف يحس انه اقل من التاني، ماديا بقى، اجتماعيا، تعليميا، يعني حتى على مستوى الجمال وملامح الوجه يعني. تمام. وده شيء ممكن يحصل، انه في طرف يحس ان هو اقل من التاني، حتى لو الطرف الاعلى من في العلاقة مش بيعمل اي حاجة تحسس الطرف الاقل ان هو انت اقل ولا حاجة، او اصلا هو ما بيقدرش يلاحظ الفرق ده. لانه في بعض الناس بتكون حساسة جدا تجاه الموضوع ده، بتحس ده من نفسها كده، من غير ما حد يقول لها، من غير ما حد يقول لهم بصوا هناك، هو كده، هو من نفسه. لما بيشوف نمط حياة الطرف التاني، أو بيشوف دنيته وأصحابه وأهله وبيته وإلى آخره، ما بيقدرش يستوعب إن هو أقل من الحاجات دي. يعني في وقت علاقتي بنطرات الصوديوم، الله يمسيها بالخير ويرزقها بسبت خضار كده، طماطم بقى وجزر والحاجات دي، بتعمل سلطة حلوة أظن يعني. هي كانت بعيون ملونة وكوتي كده حلو، وانا لسه بالغ بقى، لسه بقى ايه، شاب بقى، عندي خط كده في وشي، وشويه شعر تحت قطاطي هنا وتحت باطي برضو، ومش مفهوم بقى انا تصنيفي ايه في البني ادمين، يعني انت مين. فكان عندي هوس كده انه وقتها بانه هي جميله اكتر مني. انا كنت شاب رياليستيك من زمان يعني، فانا كان عندي القناعه دي بانه ما ينفعش نكون مع بعض. بس بحبها يعني، بنتكلم على النت بس الشارع مش حاجه اشوفك بقى معلش يعني، فهستخبى. فكنت بستخبى من اول لقاء لينا، بتهرب منه، لحد ما فهمت انه شكلنا عمره ما كان شيء بيفرق في حاجة، ما كانش جزء من المعادلة اصلا. وهي عمرها ما حسيتني بده، عمرها ما شافت ده اصلا يعني. الاهم حاجة الروح يا جماعة، والكلام التشجيعي ده. بس طبعا زي ما قلت، الطرف التاني ممكن ما يكونش واعي فعلا ان انت شايف ان في فرق، او ان ده شيء المفروض هو ياخد باله منه مثلا، او يحطه في باله، او يعتبره شيء. كل منا له وجهة نظره في الحياة وفي الأمور يعني. لذلك تقريب وجهات النظر والديتس بقى اللي بنعملها
لو ننزل بقى نتعرف على بعض ونروح كافيهات، وانتي مرة تدفعي وهو مرة يدفع، علشان الحياة ايكوال يا جماعة، مش لازم هو اللي يدفع الحساب كل مرة، خلي عندك دم. احنا بنتعرف على بعض، ده شيء مهم وصح، بس طبعا دي تصرفات غربية كافرة ملناش دعوة بيها، تمام؟ محدش يعملها، متعملش ده في البيت لو سمحت. عزيزي المواطن المصري البسيط الغير طامح لأي شيء غير إنك تكون سعيد، أرجوك أرجوك اسمعني كويس، لو سمعتني كويس هتدعيلي كمان شهرين وأنت بتحج في جبل عرفات، أو أنت بتاكل فتة أول يوم العيد الصبح وحاسس كده بصهد على صدرك بتاع الشوربة ده. أتمنى إنك خلال ال60 يوم الجايين يعني تلاقي شريك حياتك اللي يقسمك طبق الكشري ويحط معاك شطة عشان هو بيحب الأكل الحرش. وأتمنى إنك تعرف إزاي ده شخص مناسب ليك من قبل ما ترمي نفسك كده في العلاقة، ولا كأنك ما صدقت. يعني ما ترميش نفسك كده كلك على بعضك كده في بحر حب الطرف التاني، يعني يعني بلاش الهبل ده، فاهم؟ أنا بحافظ عليك، أنا خايف عليك. مهم جدا إنك تكون صريح، وإنك تكون متقبل لصراحة الطرف الآخر. يعني زي ما في حاجات ممكن تكون صادمة له، حاجات فيك ممكن تكون صادمة له، فأكيد هتلاقي العكس، إنه في حاجات فيه هو صادمة ليك، فلازم تتصالح معاه. الصراحة ممكن تكون شيء صادم، ممكن تكون متعبة شوية، شيء مرهق بالنسبة لك إنك تستوعبها، لكنها بتوفر مجهود كبير لأنك عارف ده من اليوم الأول، بتحدد لك أنت تدخل في العلاقة دي ولا متدخلش. فلما تلاقي نفسك مش مرتاح، مش قادر تتماشى مع الماضي بتاع الشخص ده او حقائقه الصادمه، مثلا انك شايف انه واو، لا ده تو ماتش عليا مثلا، سيبه في حاله، يعني عادي، مش هيحصل حاجه، محدش هيجي يقول لك ايه ده، بص الواد اللي بيسيب الناس في حالها لا، ما عادي، سيبه في حاله، قول له خلاص يا رب تلاقي حد بقى ايه يتفهمك. وما تنساش زي ما قلت لك قبل كده انك تتجنب تغيره، لاني صدقني محدش بيتغير الا لو هو عايز يتغير من نفسه. لو هو عاوز يغير نفسه ولنفسه، مش عشانك، مش عشان انت زعلان منه او عشان انت مش عاجبك كذا فيه، فهو قرر ان هو لا، انا مش عاجبني علشان هي مش عاجباني، او عشان انا مش عاجبها، فاهم؟ لو الحاجات اللي هي ايه داخله ببعض دي، لا انت بتعمل ده من نفسك، علشان انت حاسس ان لا، انا الحته دي مش مظبوطه فيا، انا حاسس ان انا محتاج اكون احسن شويه، بس انا محتاج اطور نفسي في الجزء ده، فاهم؟ يعني اوعى تعمل حاجه عشان حد الا لو انت مقتنع بيها انها لازم تعملها لنفسك الاول. ما تغيرش حد وتخليه شبهك علشان انت مفيش حد شبهك، القمر واحد بس، افهم بقى، القمر يعني بعكسك او بعكسك بقى عشان ما بانش جه يعني. اغلب العلاقات اللي حضرتها، سواء كنت طرف مباشر فيها او غير مباشر، يعني كنت صديق مقرب مثلا من حد على علاقة او في علاقة وعارف بقى كل تفاصيله وبتاع، لاحظت انه كل النماذج دي اللي انا هحكيها دلوقتي متشابهة في حاجة واحدة. يعني معظم العلاقات اللي انا شفتها او عرفتها كانت متشابهة في تفصيلة كده، وهي انه الشخص اللي انت بترتبط بيه بيعزك له لوحده، اللي هو محدش هيشاركني فيك خالص، فمش عايزه ينزل مع حد، مش عايزه يعرف ناس جديدة، مش عايزه يشوف صحابه، ما اللي هو حتى ما يبقاش له وقت لوحده، ان هو يقرر ينزل كده مثلا لوحده، يقرر يخرج لوحده حتى لو مش هينزل يقعد مع حد، او ان هو حتى يقرر يقعد في البيت من غير ما يبقى بيكلمها او بتكلمه او ايا كان. يعني تلاقيهم دايما بيتكلموا في التليفون، في شات او خارجين بس مع بعض، احنا مع بعض، احنا عمرنا ما هنبقى مش مع بعض، بي بي كده، ما حدش هيقدر يفرق عن بعض ابدا خالص. فاللي هو يعني الا بقى طبعا لو رصيده خلص مثلا او حاجه، فاللي هو مفيش حد فيكم عنده حياه يا جماعه. يعني انتوا قبل ما ترتبطوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني قبل ما تكونوا مع بعض كانت ايه حياتكم؟ كنتوا في سبات يعني نايمين؟ احقاقا للحق برضه عشان ما اظلمش ناس على ناس، البنات عندهم الازمه دي بصراحه يعني، وانا مجربها. لو انت سايبني ونازل بقى، طب ما انت بتسيبيني وتنزلي، انا كلمت، ما تنزلي اتبسطي، ها اقول لك قولي لي بقى اتبسط، تمام اعملي كده معايا، ولما ارجع قولي لي وحشتني بقى، اتاخرت ليه، ما بلاش تغيب عنا تاني بقى الى اخر الاغنيه، وهكذا يعني. وهتبسط وهتتبسطي وهمارس معاكي الحب بكل ما اوتيت من قوه. طبعا ممارسه الحب هنا مقصود بيها
ان احنا نقول كلمات لطيفة، نعترف بمشاعرنا وكده، اللي هو انا طاير، فحاسس اني طاير، حاسس اني طاير كده، افور في مشاعرك عشان ايه تصدقك، عشان هما مع الوقت ما بيصدقوش اي كلام بيتقال لهم. خلاص، ما انا عارفه بقى، ما انا عارفه ان انت بتحبني، قول حاجه جديده يعني، عشقني بقى، دوب فيا، الحس صابع رجلي، الكلام ده. في باكج كده اخطاء، مسميها باكج الاخطاء الرجالي، مقاس ميديم، لو تحس ان هو عارف جردل الفراخ اللي بنجيبه من كنتاكي او فايف روسترز او البركة، ما بيعملش جرادل باين، ايا كان المكان اللي انت بتطفح من عنده فرايد تشيكن، ف يبقى مكون من 3 قطع بقى. الباكج بتاعي ده صغنن كده، اللي هو للناس الفقيرة. القطعة الأولانية هي إنك تبقى واد الشهامة واخداك وجاية معاك إنك رئيس الحي، تقول لها أنا عايز أكلم ماما يا أخي، وأنا عايز الليمبي الجزء التاني، كلنا بنحلم. طبعا ده إفيه اللي هو محدش هيفهمه. لو أنا قلت لما قلت أكلم ماما، لو شلنا حرف الألف هتبقى أكلم ماما. وده فيلم كوميدي كرينج كده يستحضر أرواح الممثلات المصريات، منة شلبي ومي عز الدين والفنانة دنيا والفنانة القلبوزة مع أحمد، قبل ما تعمل تكميم، أيام ما كانوا لسه رضع يعني، كانوا لسه إيه مزعجين وصوتهم مضايق لحد دلوقتي طبعا. فاللي هو بقى إيه، كلم ماما والليمبي فيلمين وكده يعني. والله يا جماعة أنا ما هرحمكم يعني، اشمعنى مسلسلات رمضان يعني اشمعنى أنا. مهم نرجع لمرجعنا. فطبعا أخونا الشهم الجميل الراجل العظيم الهيبة قرر يكلم ماما. طيب بعدها بقى إيه، هيكلم بابا أكيد، ما ينفعش يتكلم حد منهم، ويتسرع بقى في لقاء العائلة ويقرأ فاتحة. طب ليه بتقرأ فاتحة ليه؟ ما تقرأ سورة تانية يعني، المصحف مليان، على الأقل محدش هيحاسبك يعني. اللي هو روح اقعد معاهم وهما بيقروا سورة الفاتحة، انت اقرا سورة الإخلاص عادي جدا. فاللي هو هتبقى كسبت حاجتين. اول حاجه ان انت هتقول لهم انا ما قريتش الفاتحه، يبقى انا ما فيش عليا اي التزام. وتاني حاجه انك هتضرب نظريه الثالوث المسيحيه في مقتل، فخلاص انت كده كسبت دنيا واخره، مبروك يعني. فهو وين وين، تمام. محدش هيخسر غير الراجل بتاع الحلويات اللي انت هتشتري منه كل مره تروح تزورها في البيت بعد الخطوبه يعني، فما تقلقش يعني، هو ربنا هيرزقه، ما تقلقش، ما تشيلش همه. تاني خطأ أو تاني قطعة في الباكج الجميل بتاعنا هو إنك تفخمها في حق نفسك، كما يقول أبناء الشارع المصري السرسجية. أنت مفخمها ليه يا برنس يا كبير يا عظيم؟ يعني عمال تقول للبيت واكل دماغها بإنك بتعمل وتسوي وعندك وفيك وجواك وكده، وفي الآخر تشوفك تضحك. ما هي يعني ما كانتش متوقعة، ما كانتش عاملة حسابها إنها لما تشوفك هتبقى شبه حباية الفول السوداني. فياريت تتواضع كده، تقف وتقول لها بكل شجاعة إن أنت أبشع حاجة في كوكب الأرض، وإن هي لما تشوفك هتصاب بالصدمة، بحيث إن هي لما تشوفك بقى يعني على الحقيقة. طبعا هي لما أنت تقولها كده تقولك لا يا حبيبي مستحيل ومش عارف إيه وبتاع، فلا، هي لما تشوفك تقولك إيه ده، بس أنت لا، أنت كنت ظالم نفسك يا أستاذ. تقولها إزاي؟ تقولك أنت مش بشع ولا حاجة، أنت عادي يعني، حلو. عارف ليه حلو؟ إن أنت قلت لها يعني انك انت مش موجود، انك انت مش انسان، انت مثلا ممكن تكون دراكولا مثلا او حاجه، عندك حاجتين في دماغك كده، بس انت فعلا مش باشا يعني. انت لما بوظت الدنيا قوي وغمقتها قوي، فاصبح انه اي حاجه تانية هتبقى جنبك حلوه باللي انت قلته يعني. فانت اكيد اجمل بشويه من الوصف اللي انت وصفته لنفسك، فانت في السليم، ما تقلقش ما تخافش، انت تمام. اخر حاجه هي ان في ناس كتير اغلبهم رجاله يعني بيحبوا يخططوا للمستقبل. يعني انا واحد منهم، انا لحد دلوقتي مسمي 6 اطفال في 3 علاقات يعني. انا من ابتدع جوك ابو ادم في 2014 انا كنت مسمي ابني ادم، وكنت ابو ادم انا نفسي حاطه كده ايه نيك نيم في فيسبوك. اوعى تصدق اي حد يقولك ان هو اللي بدأ، لا انا اللي بدأتها، سجل دي عندك يعني لو سمحت. فياريت نتعلم، ما نسبقش الدنيا، ما نسبقش الاحداث، ما نجريش، ما فيش حد بيجري ورانا يا جماعه يعني، ما فيش حد بيجري ورانا، اي حد، مفيش حد خالص، الا العفريت اللي بيطلع لي وانا بشرب بالليل غالبا يعني، وانا بجيب الميه من التلاجة، هو ده بيجري ورانا بجد يعني. مفيش حاجه تستدعي ان احنا نخلق شيء، نحلم قوي،
نتعشم جامد، نبني جامد قوي، وفجأة كل ده ما نلاقيهوش. خلوا بالكم من مشاعركم شوية يا جماعة، لأنه انتوا لو بتشتروها بالكيلو هتحترموها أكتر من كده. المهم، أنا بس حابب أوجه رسالة لإخواتي من الذكور. بص يا كبير، بلاش تقعد تقول حاضر ونعم وعيوني وبتاع، لأن مع الوقت الحاضر دي هتبقى هي الإجابة الوحيدة، هي الإجابة الرسمية لأي حاجة. اتعلم قول لأ كده، حتى لو لأ دي ما كانتش خيار أساسا، ما كانش متاح إن أنت تقول لأ. لو مثلا إيه، لو أنا عايز أشرب مية، ولا لأ متشربيش، خليك غتت يعني، فأقول لها كنوع من الغتاتة والتناحة يعني. خليك جامد كده، ومش عاجبها تمشي عادي. بيقول لك ايه بقى، تغور الست تيجي 1000 ست، فاهم؟ هما كده كده اكتر مننا، فهنلاقي ما تقلقش يعني. طبعا الستات دول احسن حاجة في الدنيا. الست دي هي امي وامك واختي واختك، حبيبتي وحبيبتك، زوجتي وزوجتك، خالتي وخالتك، وتفرقوا الخالات يعني. زيتنا في دقيقنا. انت متوتر ليه يا ريس؟ متوتر ليه؟ طيب احنا تقريبا وصلنا للنهاية، لختام حلقتنا يعني الجميلة العظيمة الرائعة اللي انا لسه قايلها دي. فانا حابب اقول لكم حاجة اخيرة يعني، وانصحكم لوجه الله، نصايح الدكتور جاري براون، او مش جاري، هو جيري او جيري ايا كان بينطقها ازاي، اخصائي العلاقات. انا مش عارف ده متخرج من كلية ايه، او التخصص ده بيجيبه منين بالظبط، بس يلا هو دكتور بقى ولازم نحترم كلامه. قشطة. جاري براون ده بقى بيقولك ايه، بيقولك ان مشاعر الحب حلوة جدا رائعة، لكن مش دايما شيء كافي. الارتباط بيحتاج ان احنا نبني اساس قوي علشان نقوم عليه العلاقة، وان كل علاقة بتتعرض لتغيرات، وده يتعلق بالحاجات التانية زي التغيرات اللي حوالينا، الظروف والتغيرات اللي بتطرأ على شخصية كل واحد فينا، أو الحاجات اللي حوالينا بقى، المجتمع بتاعنا متدشمل. فمن حين لآخر كده احنا بنتغير، بنكبر، بنزداد خبرة، بنشتغل، بنتعرض لحاجات كتير في حياتنا، فلازم احنا كمان احنا نتغير، وعلاقتنا كمان بتتغير. فالأساس القوي بيساعدنا ان احنا نتخطى الحاجات دي. السمة المميزة للعلاقة الصحية هي إنه الزوجين أو الطرفين يعني بيفضلوا على تواصل بشكل مستمر، إنه رغم من الضغوط والانشغالات والحاجات دي كلها، سواء كانت ما بينهم هما الاتنين أو عائلية مثلا، أو برا ظروف خارجية، شغل أو الحياة عامة، بغض النظر عن حجم الحاجة اللي هما بيقابلوها، هما قادرين يتواصلوا. كل واحد فيهم بيلتزم بالتاني، اللي هو أنا هروح أكلمه، مش هسيبه، فاهم؟ لو دايما ما تسيبش الشخص التاني لوحده، دايما خليك معاه، دايما خليكوا تتكلموا سوا، ناقشوا سوا الحاجات دي كلها. دايما تبصوا لبعض ان انتوا مع بعض في نفس الفريق، مش كل واحد فيكم في جبهة، لانه الغرض من العلاقة اصلا ان احنا نبقى في نفس الفرقة، مش كل واحد فينا لوحده، فاحنا بنشيل مع بعض. فبلاش بقى جو ان هو انا جامد قوي، فانت مش جامد ولا حاجة، انت بايظ، انت مش هنا. وختاما يعني، الدكتور ده بيقول ان هو لازم تبقى فاهم الفرق ما بين المشاكل والازمات. انت لازم تكون فاهم الفرق ما بين المشاكل والازمات اللي انت ممكن تعديها، والمشاكل والازمات اللي انت مفروض تفكر بعدها في ان انت تتخلى عن العلاقة او تفكر في مستقبلها يعني. قد تكون هناك بعض الدلائل على ان الوقت خلاص، الوقت آن وحان ان احنا نمشي، نهرب، نقول سلام عليكم. علاقتك مش محتاجة انك تحاول. علاقتك لا تستحق العناء، لان هي بقت سامة، توكسيك زي ما بنقول، بقت عدائية، بقت تحس ان انت طول الوقت في مواجهة مع الطرف التاني، طول الوقت في نقاش حاد، طول الوقت في صدام. فلو كان في مشاكل اكتر من ان انت تعدها، من الاخر خلاص ما بقتش قادر تعد المشاكل، ما بقتش قادر تستوعب اللي بيحصل، بقيت حاسس انه خلاص الدنيا كلها بقت عبارة عن وصلة مستمرة من الازمات، ما بقتش قادر حتى تفكر ان هي المفروض تتحل ازاي. لو كان شريك حياتك بينتقدك، بيحرجك قدام الناس او بينكم وبين بعض، لما يبطل يدعمك وبيبتدي ان هو يبقى ملتزم بنفسه كده ومش بيجيلك، فاعرف انه خلاص
كده هو قرر already. فانت المفروض بقى انه تاخد القرار بسرعة، ما تسمحش نفسك انك تبقى جزء من هذه المهزلة. بس كده احنا خلصنا، واشوفكم الحلقة الجاية. غيروك علموك تنسى وتبيع اللي كان، بعتوا ليه تنسى ليه، فين حبيبي بتاعك؟